بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده في ميت عساس. ميت عساس النهارده يا جماعه طلبوني، عندهم مشكله، المشكله فعلا مأرقاهم. الشاب زي القمر، وخساره شاب زي الورد ده يروح فدا ست جارتهم اذى وافترى. معانا جد الولا، لحظه ان جده كان غفير في وزاره الداخليه. كام سنه يا حاج؟ 20 سنة. طب تقول ايه وانت شايف ابن بنتك بينظلم و... وقول للناس انت عايز تقول ايه بمعنى اصح، احنا بناخد من كلامك. بمعنى صح ان انا ما شفتش ظلم في مركز سمنور غير في الايام دي. ظلم في مركز سمنور ظلم فاحش. انت شايف ان ابن بنتك بريء. ابن بنتي رايح بره معاه سيجاره يشربها، سيجاره فاضيه يشربها وما معهوش، واخده كان في جايبه 90 جنيه حرزوا له في المحضر بالحرز في التليفون بتاعه. يعني هو لا بيشرب سجاير ولا اي حاجه اصلا. بس ما كانش معاه ولا شايل حتى الظرف جابه في الوقت دي. اه. قاعد توك توك وشايل ساعه يوم واخوه على اكل عيش اخواته، شعطوا بالتوك توك وخده. يعني هم اخدوه من الدار للنار وهو راكب التوك توك، والحصيد اللي جمعوا 90 جنيه اخدوه بيه وحرزوه وحرزوا تليفون. حرزهم. اه. عدلوا 5 ضباط وساطه، يقول لا ده بالذات متوصى عليه ما يطلعش. طب ليه متوصي عليه ما يطلعش؟ هو فيه في الداخليه حد متوصي وحد مش متوصي؟ ده احنا في قانون يا حاج وما فيش الكلام ده اصلا. اول مره اشوف مركز بيشتغل بالوصايف. انا وصى على الوسايط في الاذى ولا الوسايط في؟ احنا ودينا الوصله اللي تطلعه ما قبلش. 5 ضباط راحوا له ما قبلش. عشان واحده موصيه عليه قبل وصيتها وبهدله وسكت. والواحده دي بتشتغل ايه ولا؟ مرسله لهم. مرسله لهم. تمام. يعني هي ايه وجه المشكله بينك وبينهم اللي هي تبقى متوصيه قوي على حفيدك وتدخله من الدار للنار وقبل الامتحانات بكام شهر؟ وجه المرسله وجه المشكله دي عايزه تعيش وتطلع على قفا الناس دول. طب وهي هتقبض ايه لما تدخل البلد كلها السجن وتبقى مبسوطه؟ حتى ده حبس ابن عمها لما مات في السجن. هي حبست ابن عمها؟ ابن عمها حبسته لما مات في السجن. لا وقاعده تقول بره لما ببيع مخدرات الحكومه، ببيع مخدرات الحكومه. اصل كلامك يا حاجه هتحسب عليك، بلاش كلمه مخدرات الحكومه دي. انت ايه شايف ابن بنتك ابن مظلوم وهو شاب طيب، شاب شقي؟ ابن بنتي مظلوم ومالوش في الكلام ده خالص، مالوش حاجه في الكلام ده خالص. هو فتشه والكاميرا جايباه وملقاش معاه حاجه وبرغم كده ركبوا العربيه. قالوا ما لقيتش معاه حاجه مسيبه يا ابني. طب والتوك توك اللي كان الواد سايقه راح فين؟ سابوه في الشارع، صاحبه اخده؟ ايه عايز حد ساقوه سابوه في الشارع. زميله اللي كان راكب معاه عايز يغير. يعني هم وقت ما بياخدوا الواحد بياخدوه من الدار للنار كده مش؟ بالدار للنار عيني. ابني ما كان اتغدى والله ولا مش ضمير بقى. الجمعه ما اتغدى ولا كل ولا شرب. يعني اخدوه وهو جعان. ومصلي الجمعه وطالع وهو قاموا يا قشعطين. أبرا ابن بنتي لو معاه سيجارة بيشربها ومع فيها مخدرات هو يستاهل. لو معاه سيجارة مخدرات بيشربها هو اللي جاب نفسه. لو معاه سيجارة حتى فاضية يشربها. وأنت فتيش وال90 جنيه اللي معاه حصاد شغله طول النهار فشيء طبيعي. حرزهم حرزهم. طب في تاجر مخدرات يقدموا 90 جنيه؟ لا طبعا. ها؟ لا لا. أقل حاجة سنة 8000 جنيه اه. وجاي ورثات راجل تاجر بقى. اه. ده كل 90 جنيه شغل توك توك. يا الحرم العاديا من 10 لتر ب 90 جنيه دول ما كانوش. طب انت نفسك وانت خدمت الحكومة وقعدت غفير يعني حريص لوزارة الداخلية فترة طويلة، نفسك في ايه لابن بنتك ونفسك يطلع ازاي؟ ولا عايز تقول للناس ايه على ابن بنتك؟ اقول للناس ابن بنتي محترم وعامل طبرا ما انتم بالجرأة. طب ما انت يا حاج لك خبرة ان انت بتروح الاماكن دي، عارف الضابط، عارف رئيس المباحث، عارف. ظبطت اتغيرت. بس لما تيجي خاشش اكيد ليك برضو ظهر لا هناك. لا لا استني كلها اتغيرت. كل اللي كانوا هناك ده اتغيروا. انا كنت اللي مات انا واللي كنت اتغير. بساوي مع ضباط لا مؤاخذة يعني. اه. ظابط فيهم بالمركز كله. كانوا ظباط نزيهة كده ومحترمة. كانت اه. محترمين. معاك عامل لك ما معكش من جنبيه.
يعني ما مش عايزين يجيبوا قضيه كده عشان ان هم يترقوا او اي حاجه كده خلاص. مفيش حاجه اسمها تلفيه. ما دي معاك اعمل هو. ما معكش ما اعرفكش. روح. طب- طب شغلي. دي كان شغلهم من كام سنه قبل ما انما عشان اجيب واحد من بيته ومعمول له قضيه مخدرات من غير ما يكون معاه حاجه. هي البلد بلدكم ديت انا اول مره اخشها في حياتي. هي البلد دي فيها مشاكل ولا قلق ولا؟ هو قادر على الناس. الفتره الاخيره دي كان يا عم كلها ظلم كتير. اذا كان هو فاكر ان هو قادر على الناس يفتكر ربنا عليه. ربنا قادر عليه كل شيء. هو قادر على ابن بنتي دلوقتي. هيروح فين في الاخره من ربنا. والترقيه مش سبيل ان انا اذي بقى في البيوت. يا عم والله نبي ترقوا. والله نبي ترقوا. انا كنت واقف وسطهم معاك. انت دول بترقي. لو تاخدش حاجه تفصل اكتر من حاجه. هو في دماغ الظابط ده ان هو هيترقى على حسك او ما حسك. فيش انت ليك دورك بترقى فيه. هو بيعمل النحر وبروح النيابه. الارض انت وراه. واخر سبيل الارض الدار وراه. هو سبيل كل شهر لكل ضابط ومديريه. تمام، يعني انت كل هوايتك دلوقتي او كل اللي نفسك فيه ان ابن بنتك يطلع براءة عشان يقف جنب اخواته صح؟ لانه مظلوم. ابن بنتي لو ما حد اقول يروح. يقول هو اللي جابه لنفسه. هو اللي جاب لنفسه انما ابن بنتي مظلوم. واحنا- انا سماه احمد المظلوم. بص يا حاج، احنا دلوقتي بناء عن كلامك احنا بناخد كلامك وبنقوله للرأي العام على اساس انت فعلا ده كلامك ومسؤول عنه. أيوة. احنا بنقول ان الراجل اشتغل في الداخلية فترة طويلة، والفترة اللي هو قاعد فيها طبعا عاشر الضباط وعاشر طبعا. رؤساء المباحث وعاشر الناس دي كلها، وعارف فعلا ان المظلوم حقه عند ربنا صاعد في السماء عند ربنا. احنا عايزين برضو حقه في الدنيا، عايزينه يطلع لاخواته لان اخواته محتاجين، وعايزين كمان مش اي حد يلفق لاي حد قضيه كده على الماشي، تتحسب القانون، قانوننا نزيه، القانون ياخد باله من كل واحد. والنبي متفق بقت فلوس لحالها من نهار ابنها ده. ما هو بتقول 4 شهور. ما بطلش عيط لا ليل ولا نهار وحزنها امر. هو اكبر حاجه لاحفادي. ايوه هو كبير. وهو الكبير بتاعه. اكيد له معزه عندكم. لا اول ما جه طبعا. انت تقولي ايه حضرتك؟ لو سالت البلد كلها انت تقولي ايه حضرتك؟ انت خالته طبعا، تقولي ايه؟ بقول ان احمد مظلوم ومبسوط ما معهوش اي حاجه. إيه، ما حسيتيش ان احمد في يوم من الايام سلوكه متغير متضايق هو في حاله. نفسيته يعني يعني حتى بيحب يرد والله لوحده. حضرتك بنيجي احنا احنا بنطلبه عشان يجي يقعد معانا الشويه. لو يعني ما عندوش، يعني مش عايل شيء مش ولا شايف كده ولا مش مدردح. لو هو قدامنا في حاله. فرصه نسمعك راي الناس حاله. فيه بالله البلد كلها هتقول لك احمد ده. ما احنا هنطلع فعلا ناخد رأي الناس عشان الناس ديت هي فعلا اللي بتقدر احمد ده تقول. ملوش هو لو متاخد معاه حاجه احنا نرنا كانت بردت شويه. بصي انما احنا اللي حب مزعلانين الناس يعني وحب اصلا ما الناس معهوش معاه حاجه. حب الناس دي ليه. ارشادات غلط راحت عليه خدوه. لبسوا طب قضية. وهو القانون انا مثلا بقول ان فلان ده معاه حته مخدرات مثلا، بقعد في المكان الفلاني اصطاد الحاله ديت هاخدها، هو ما لقوش معاه حاجه ياخدوه ليه؟ عشان متوفى عليه اللي واحده لها ارشاده عليه وعاوزه تاذيه. طب وهو وعشان لها القانون ظهر وناس واقفين وراها لبسته القضيه دي ووصت عليه. يعني انت حاسه ان ابن اختك مظلوم اه، وبريء مظلوم. والقضيه فعلا ديت هو هتبقى قضيه، قال. ولو هتبقى كان قضية رايح مع رأي حاجة عام. ما كناش هنزعل. انما احنا زعلانين عشان هو متاخد ظلم. هي دي خالته وده جده وده ننته وده مامته، وهم فعلا هو اول حد يجي لهم في العيله اكيد. اول حفيد ليهم اكيد بيحبوه، واكيد اللي لاقي حب اهله كده حواليه عمره ما يخطأ ابدا، لان اللي بيخطأ فعلا بيبقى باين عليه. انا شفته هو كان له بينشر حاجات على الفيسبوك وحاجات زي كده صح؟ هو له صفحه والصفحة معروفة، أكيد إن هو ما عندوش وقت من سواقة التوك توك لمدرسته لنشر حاجات له عشان يظهر ويبقى حاجة حلوة في المجتمع، فجأة يبقى حاجة ضد المجتمع. لا احنا عايزين ابننا ده يخرج للنور. اي قاضي اي حد يشوف القضيه ينظر للولا فعلا، لان الحرامي بيبان عليه والمجرم بيبان عليه وتاجر المخدرات بيبان عليه. الواد فعلا شكله هادي ومؤدب ونضيف، ازاي فعلا يبقى يتحول
من طالب ما عندوش وقت اصلا. في وسطنا والله بنطلب منه كلمه على ما يتكلم. يعني اللي أنا قاعدين هنا كده. انت قلت له انه متوصى عليه جوه الحبس. يعني ايه متوصى عليه؟ هي كان معاها رقم هي الراجل واحده جارتهم، اللي ماسك واحده جارتهم اذياهم من يوم ما سكنت هي جنبهم. بنفسها يوم ما اشترت البيت اللي جنبهم هي بنفسها وهي عيل. اذياه. بنفسها عيل. قالت ايه؟ انا حامسه ابنكم وانا اللي موصيه قالت عليه لهم عيني على وانا اللي كده. عامله كل الكلام ده قالت بجد. لابوه انا اللي وقالت حاسه طب أنا أعمل فيك وانا كده. اللي موصيه عليه جوه وانا اللي مبهدلاه وموصيه اللي جوه ان هم يبهدلوه في السجن واعلى مفخلك اركبه وشوف انت عايز يعني تعمل ايه اعلى مفخله اركبه؟ ما اعلى قالت- مفخله قالت القانون. وش الوش. يا مش معبره حد. اعلى مفخله اركبه، اعلى مفخله القانون. آه. هو مش في قانون بيدافع عن المظلوم لا وعن هي البريء؟ عشان بقى بتودي ارشادات غلط وفي ناس تبعها كتير بياخدوا الكلام ده. والغفير هو اي حد يبقى مرشد كده اللي مساعدها يا ابو الغفير الاداري غفير علاء إيه؟ الزكي. اللي مساعدني الغفير الاداري علاء الزكي اللي هو ماشي معاه وكان معاه النهارده الصبح. ده احنا بقى بتشتكل معاهم في مره قالت لنا لازم اقعدكم كده حبه نسوان من غير رجال. الواد لازم اللي ألبس لكم رجال. طب ازاي اتقعدكم نسوان من غير معرفش، رجال؟ بتلبس الواد قواضي اللي تدلع لابس عليهم قواضي وتشتريها. وتعمل لهم قواضي. الواد طب اللي هو انتوا ليه ما فكرتوش تبيعوا البيت اللي انتوا فيه وتمشوا؟ عمري ما حد هيشتريه لان البلد كلها فكرنا بس كل عارفاها. اللي جه وشافها كل جنبنا البلد عارفاها عمره ما فكرنا هيشتريه. نبيع البيت. كل اللي جه وشافها هي اللي جنبنا مش راضي يبيع. لأن مش راضي عارفين إن يشتري هي مؤذية. علشان احنا مش معقول في الوقت الحالي هيبقى عندكم بيت وهتطلعوا تسكنوا عشان الجاره. حتى اللي جه يشتري البيت مش عايز يشتري عشان ده لدرجه ما عرضوا عليها ان هم يشتروا البيت وتطلع قالت لهم لا انا اللي هخليكم انتوا اللي تبيعوا البيت وتطلعوا. وكل فعلا كل اللي يجي يشتري بيتنا يلاقوها يمشي جنبهم ما علشان يرضوش. كل ما يلاقيها هي اللي جنبنا يمشي. احنا خدنا رأي الجد لان الجد زعلان ومتأثر بحفيده، حفيده اللي بيحبه، حفيده اللي فعلا حاسس ان هو بامتداد له ابن بنته، وبنته فعلا حاسس ان بنته غلبانة بتشقى من الساعة 8 ل 8 عشان تجيب لقمة عيش. الواد كمان كان بيشقى عشان يطلع من المدرسة، يطلع يشقى عشان يجيب قرش برضه يساعد في اخواته، مصاريف اخواته، لان اخواته داخلين ثانوي واحنا عارفين ان الثانوي مصاريفها عالية. هي زي ما احنا قلنا المشكلة امامكم اهوت، والمشكلة يا ريت الكل يبص للمشكلة بعين الرحمة بعين الحب. احنا من خلال برنامجنا بنقول لكل بيت مصري خد بالك من اولادك، خد بالك من جيرانك، خد بالك من كل حاجة حواليك. هي الحاجة قالت اهي قبل ما تشتري الدار دور على الجار. بالفعل كل ما حد يجي يشتري بيتنا عشان احنا نمشي من جنبها بيشوفها ما بيشتريش بيمشي تاني. شوف يا الله الغفير اللي معاهم دي بعضمة لسانه قال احمد متفتش قدامي ما كانش معاه ولا سجاره. حقيقي قال لعمه كده. هو حقيقي قال لعمه كده بس طب اما هو متفتش ومحوش ولا سجار، قدر الضابط ازاي ياخده من درن النار؟ ايه اللي ضمير؟ هي دي بقى اللي احنا هنتجنن عليها. وهي دي الحكايه، انت وهي دي فتشت بقى. الحكايه اسمع. واحنا بنرصدها. احنا ملناش علاقه بيها، الحكايه حكايه اهل البيت هم اتصلونا واحنا جينا بناء عن ناس مظلومه وابنهم مظلوم. ابنهم اما اتمسك ما كانش معاه حاجه، وهم قالوا فعلا الواد ما كانش معاه حاجه. والغفير ده نفسه عايز كان معاه. الغفير اللي كان في الحمله معاهم نفسه عايز احمد ما كانش معاه حاجه. عملوا عمال مخلصات ازاي؟ وهو ده اللي احنا طالبينه. بس. الواد ما كانش معاه حاجه. وراك الواد الولد. محبوس ليه؟ الواد في جلسه بعد بكره. طب الجلسه دي بناء عن ايه؟ احنا عايزين نعرف، ومعانا قانون بتاعنا. قول لنا الواد اتحبس ليه، واحنا معاكم مع الشارع المصري نعرف الواد اتحبس فعلا ليه. اللي معاه كلهم